وقبل ما نبدأ الفيلم ما تنسوش اللايك والاشتراك، دعمكم يهمنا. وبيبدأ فيلمنا ببنت جميلة اسمها زوي، وبتكون قاعدة بتفتكر كلام امها وهي بتقول لها عن عذاب الاله للقتلة والمنتحرين، لكن والدتها بعد شهر بالظبط انتحر. وبعد ما زوي امها انتحرت كانت عايشة مع جوز امها اسمه جون، وكان بيعاملها كأنها مراته بالظبط، ومتعودين كل يوم يخرجوا ويروحوا عند البار، وبيخلي زوي تصطاد له اي بنت من هناك، وبيحاول يتعرف على البنات اللي هناك وبيديها فلوس علشان تجيب له البنات وتستدرجهم لحد بيته. وفعلا زوي بتلاقي هناك بنت قاعده في البار وبتتعرف عليها، وكمان بتعرفها على جو، وبياخدوها معاهم وهم مروحين البيت. واول ما يوصلوا هناك جو بيدخلها اوضه، والبنت بتستغرب جدا لما بتشوف اللي في الاوضه، لكنها بتعرف ان دي اوضه التعذيب وانه دايما بيستدرج البنات علشان يعذبها. وزوي بتبقى واقفه بره وسامعه كل حاجه بتحصل في الاوضه. وتاني يوم الصبح بتكون زوي على طريق ومحتاجه توصيله، فبتشاور لاي حد علشان تركب معاه، وفجاه عربيه مخصوص تقف ليها وتوصلها، وبتركب معاه وبتتعرف على السواق، وبتكتشف وهي ماشيه معاه على طريق ان السواق ده ظابط، وبتلاقي صوره البنت اللي هو بيكونوا هم خاطفينها، فبتعمل نفسها عبيطه وبتساله عن البنت دي وعن سر اختفائها، فبيقول لها ان الشرطه لحد دلوقتي بتتابع الاخبار، وبيوصلها للمكان اللي هي عاوزاه. ولما زوي بتروح البيت بتقرر ان هي هتقضي على البنت اللي هم خاطفينها عشان ترحمها كمان من العذاب، وعلشان الشرطه ما تشكش فيه. وبيجي جو بيلاقي البنت مشنوقه، وبيعرف ان اللي عملت كده هي زوي، فبيدخل عليها ويتعصب عليها ويقول لها انت ليه عملتي كده، فبتقول له ان البنت دي اتألمت بما فيه الكفايه، فيخوفها ويقول لها انا ممكن اعمل فيكي كده في اي لحظه، وكمان يقول لها انا مش هسامحك الا لما تيجي معايا ونتخلص من الجثه. تسمع زوي كلامه لانها خايفه منه، وبتروح معاه ويتخلصوا من الجثه. بتدخل معاه الاوضه وبتلاقيه جايب منشار علشان يتخلص من الجثه، ودايما لما بيتخلص من اي جثه بيتخلص عليها بالطريقه دي، وبيطلب منها انها تمسك وتعمل الجثه بالمنشار، فهي ما بتقدرش تكمل وبتسيبه وتمشي. وبيكون الضابط اللي زوي قابلته من اختصاصه قضايا خطف البنات اللي كل يوم بتتخطف، وبيروح عند بيت زوي ويتمشى حوالين البيت، لكن فجاه بيلاقي عيال صغيره بيفسلوا الكاوتش فيجري عليهم، ففجاه العيال يختفوا. وبيروح على الورشه بتاعه جو، فبيلاقي زوي اول ما شافته ارتبكت، لكن فجاه بيطلع له جو وبيقولوا ان كاوتش العربيه فس، فبياخد عربيته على عربيه النص نقل بتاعته. والظابط وهو راكب مع جو بيتعرف عليه اكتر، وبيعرف وهو راكب معاه ان جو ده كان ضابط في الجيش الامريكي اللي كان في سجن ابو غريب في العراق. وجو وهو راجع من بره بيجيب معاه مصيده صعبه جدا وبتكسر الرجل، وبينادي على زوي علشان تشوفها وتخاف منه. وتاني يوم زو وجوي يروحوا عند البار وعلشان يستدرجوا بنت جديدة يجيبوها لحد البيت، وهناك بتحاول زوي تتعرف على بنت بتشتغل في البار وهي جينيفر، وبتحاول ان هي تعرفها على جو، لكنها بتلاقي جو اتعرف خلاص على بنت جديدة، وبتروح وتقعد معاهم، وبتيجي عليهم جينيفر وهم قاعدين وبتقدم ليهم الطلبات، وبتكون منجذبة جدا لجو وعايزة تتعرف عليه، لكن بيروحوا بالبنت اللي جو اتعرف عليها في البار. واول ما بيوصلوا هناك بياخدوها للأوضة كالعادة، وهو بيبدأ يعذب فيها، وبتكون زوي واقفة كالعادة وعمالة تتفرج على اللي بيحصل جوه الأوضة، لكن المرة دي بتتفرج من خرم في الباب وبتشوف كل حاجة بتحصل جوه. وبعد يوم الضابط بيتعرف على بعض المعلومات عن جو، وبيعرف ان هو كان فعلا شغال ضابط في الجيش الأمريكي، لكنه اتحبس لأنه كان بيعذب العراقيين وكان بيعذب المساجين في السجن، وكان اسمه الحقيقي هو إليس لكن غير اسمه لجو. وبعد سنتين اتجوز من أم زوي، وأم زوي انتحرت بسببه بعد سنتين من الجواز. وبعد ما الضابط عرف بعض البيانات قرر انه يروح للمدرسه اللي كانت بتشتغل فيها زوي زمان. وبعد كده زوي بتروح البار عند جينيفر، ولسه بتحذرها ان هي ما تجيش معاهم البيت لما يجوا ياخدوها في يوم، لكن فجاه بتلاقي طب عليها جو، ولما بياخدها من البار بيتعصب عليها ويقول لها ان هو ما بيحبهاش تخرج لوحدها وتخرج من تلقاء نفسها كده. وجو لما يروح بيدخل الاوضه اللي فيها البنت وبيبدا يكمل تعذيب فيها، لكن زوي ما بتكونش قادره من صوت الصراخ اللي البنت عماله تصرخه جوه في الاوضه، وبتقرر انها تنهي كل ده، وبتجيب مسدس فعلا وبتهدد بيه جو، لكنها في الاخر بتوجهه ناحيه البنت اللي خاطفينها وبتتخلص منها. وبيروح الضابط عند المدرسه وبيسال مديره المدرسه عن زوي، ولما بيشوف صورتها بيسالها عن اسمها، فبيعرف ان اسمها الحقيقي هي كولي، فبيعرف ان كل الشكوك اللي كان شاككها طلعت في محلها، وبيتاكد الضابط فعلا ان البنت اسمها كولي مش اسمها زوي. على الجانب الاخر بياخد جو المسدس اللي قتلوا بيه البنت، وبيحاول ان هو يمحيه ويرميه في النهر علشان
علشان يخفي اي اثر ليه. اما زوي تاني يوم بيكون نفسيتها تعبانه جدا وبتكون مش قادره تنام من كتر الكوابيس اللي بتجيلها، ولما بتروح تغسل وشها فجاه بتلاقي البنت اللي قتلوها ظاهره في المرايه. وبيحاول جو ان يخلي زوي تاكل لكن البيت ما بيكونش فيه اكل، فبيقرروا ان هم يروحوا السوبر ماركت ويشتروا منه شويه طلبات. وفجاه زوي وهي واقفه في السوبر ماركت بتشوف ام وبنتها وبتفتكر امها لما كانت بتسرح لها شعرها، فادى انها تسرح. لكن فجاه بيكون الضابط عمال يراقبها وهي واقفه، وبيستغل ان هي واقفه لوحدها ويروح يناديها باسمها الحقيقي كولي، لكنها بتحاول ان هي ما تردش عليه، وبيقول لها انا اقدر اساعدك من كل اللي انت فيه، لكنها بتتجاهله وتمشي وتقول له انا مش فاهماه. وبيتعصب جو اول ما بيلاقي الضابط واقف مع زوي، وبيركب معاها في العربيه وبيسالها هو كان بيقولك ايه، لكنها بتطمنه وتقوله انها ما نطقتش باي حاجه قدامه. الضابط بيكون متضايق من استسلام زوي وبيكون مش عارف يتصرف ازاي، وبتيجي له فجاه صديقته وبتقوله انت بتفكر في ايه، فبيقول لها انه هو كان في الجيش العراقي اتعرف على واحده جميله هناك، وان اللي قتلها يبقى واحد من الجيش الامريكي، وكان ضابط وهو بيحاول يوصل للشخص اللي قتلها لانه كان بيحبها. وفي نفس الوقت بيروح زو وجوي للبار وبيقعدوا مع جينيفر وبيحاولوا يكلموا معاها، لكنه بيقوم ويحط لها مخدر في العصير علشان تشربه لانها عارف ان هي عنيده ومش هتروح معاهم بالساهل. وتيجي هنا زو وتحذر جينيفر ان هي ما تشربش المشروب دلوقتي، لكنها بتفتكر ان هي متغاظه من علاقتهم ببعض، لكن جينيفر ما بتسمعش كلامها وبتشرب المشروب. واول ما بيحسوا ان هي اتخدرت بيقوموا مركبينها في عربيتهم ومروحين بيها البيت. والمفاجاه هنا بقى وهما ماشيين بيكون وراهم الضابط ومراقبهم من اول البار لحد ما وصلوا لحد البيت، وبيعرف ان هما خاطفين بنت معاهم. وفجاه بتقوم جينيفر وبتلاقي نفسها في اوضه التعذيب، والضابط بعد ما ينزل وبيحاول ان هو يتجول في الحديقه بتاعه البيت بيلاقي فجاه رجله دخلت في مصيده وبيكون عمال يصرخ ومش قادر يتحرك. ففجاه زوي بتسمع صوته وبتروح تساعده، وجو هو جوه في اوضه التعذيب بيسمع فجاه صوت صراخ وبيطلع هو كمان وبيشوف في ايه، فبيلاقي زوي قاعده مع الشرطي. واثناء الوقت ده جينيفر بتعرف تفك نفسها وبتهرب من المكان. اما جو بيخطف المسدس اللي كان مع الضابط وبيخبطه بيه فبيفقد وعيه، فيقوم مدخله جوه الاوضه بتاعه التعذيب. ولما جو بيدخل جوه الاوضه بيكتشف ان الاوضه ما فيهاش جينيفر وان جينيفر هربت، فبيطلب من زوي انها تخلي بالها من الضابط وان هو هيروح يدور عليها في الجنينه او يدور عليها بره. وبيطلع جو يدور عليها وبيكون في ايده مسدس، اما جينيفر بتكون مستخبيه ورا شجره، واول ما تحس ان جو جاي عليها بتروح متهجمه عليه وخبطه رجله بسكينه وبتطلع تجري منه. ويدخل جو جوه وينادي على زوي علشان تعالجه، لكن بيتفاجئ ان جينيفر داخله عليه وماسكه في ايده المنشار اللي بيتخلص بيه على الجثث اللي بيقتلها، وبتدخل عليهم زوي وبتهدد جينيفر بالمسدس، لكنها فجاه بتقتل جو بكذا طلقه بسبب اللي عملوا فيها هي وامها، وبتاخد السكينه اللي كانت في رجله وذبحته بيها. وبيجي الضابط وهو في البيت وبتزور زميلته علشان تطمن عليه وعلى رجله، خصوصا بعد الاصابه اللي كانت في رجله بسبب المصيده، وبتساله تفتكر ايه اللي حصل لزوي. وهنا بنكتشف ونعرف ان زوي اتعاونت مع جينيفر وبقوا يقتلوا اي راجل بيحاول يعتدي على الستات او يحاول يأذيهم. وبيخلص الفيلم على كده. الفيلم ده مستوحاه من قصة حقيقية وشوية خيال من المؤلف.